السلام عليكم حبايب قلبي شباب، شلونكم وشلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم من مقطع جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. حبايب قلبي، بالنسبة لهذا المقطع هو راح يكون على الثغرة الجديدة اللي اغلب الناس ارجع اقول ما حد يعرفها. لحد الان اطب بالاكلانات يسألون عن الثغرة وشلون يسويها وشلون يسويها. شباب، قبل كم يوم مثل ما تشوفون التغييرات اللي صارت بقريتي. طبعا الارشر تاور جاي امكس فيه للتسعة. لحد الان ما مصف بالي للجدار. الجدار ياخذ من عندي موارد هواي، فاحاول بانه امكس الدفاعات خير وسلامة. عندي المدافع الحمد لله مكستهن. الارشر تاور ان شاء الله واحد 4 ساعات بعد له، والثاني ان شاء الله اليوم قيد التطوير. مثل ما تشوفون بالمقطع السابق قلت لكم اني حاير شطور، فقررت اطور وزارد، برج الوزارد. ان شاء الله المقاطع الجاية تكون حلوة وتكون تنال اعجابكم شباب. بس لا تنسون الدعم. حتى لا اطول عليكم الفيديو، اليوم جاب لكم هجمة حلوة. الهجمة ان شاء الله تنال اعجابكم. الهجمة هي موارد مثل ما تشوفون، يعني موارد حلوة. يعني حتى لا اطول عليكم الوقت، يعني 600 موارد يعني نادر ما تطلع لك، يعني موارد 1,200,000. الهجمة اللي قبلها قبل كم يوم هجمتها الساعة تقريبا ب8:30 إلا 5. أيضا موارد حلوة. شباب استغلوا هذا الوقت، وقت أغلبية الناس تكون يعني مثلا بالعمل بغير دول، مو شرط على دولتك. الهجمة ما جبناها مسح، بس أخذنا موارد. حتى لا أطول عليكم المقطع. الهجمة الثانية اللي راح استعرض لكم اياها هي بكلان نسور القطيف. كلان خرافي، كلان كلش حلو. يعني دعم بي حلو. الهجمة كانت من قبلي اني بالحرب، طبعا فزنا بالحرب. نشوف الخريطة. طبعا هجمت على رقم 3 مثل ما تشوفون 3 نجوم، بس راح تستغربون. نشوف الهجمة ونستعرض لكم اياها. طبعا الهجمة مثل ما تشوفون تاون مقفل، مو ماكس بس مقفل وناشر يعني المباني مالته داير ما دور القرية. حبايب قلبي، يعني حرت منين ابديله، منين اهجم عليه. فقررت اهجم عليه من صفحة، يعني من تحت. يعني شوية يعني قريب على مبنى الدعم. الهجوم مالتي مثل ما تشوفون 2 جولم 16 فاكري، والباقي وزارد ملك وملكة و4 هيرث سبيال. طبعا استراتيجية الفايكري راح تشوفون شلون شطح الفايكري. يعني ما ادري بقدرة قادر رجع الفايكري والبيكة رجعوا داخل القرية. مثل ما تلاحظون اني تلافيتها. اغلبية الناس يشوفون جيشهم يشطح. حبيبي، من يشوف جيشك يشطح على مبنى قريب على اللي هو يريد يهجم عليه؟ اول شيء الدفاع هذا بعد ما حد مفلشه، الفايكري والبيكة قريبين عليه. ثاني شيء ساعدت بانه ذبيت الملك على هذا المبنى حتى ينشغل الفايكري والبيكة يدخلون
جوه. اسرع لكم الهجمة. طبعا دخل الفايكري، طلع الجاينت بوم، ما اثر على الفايكري ولا على الجولم. نشوف الهجمة. دخلوا. طبعا الهجمة خرافية. طبعا الملك قرب يموت ومات. بقى شغلنا على الملكة، وبقى شغلنا على الفايكري. طبعا بقى الفايكري، يعني البيكة بقت شوية بيروح. مثل ما تشوفون اعتمادي كان كله على 3 فايكريات او 4 فايكريات. يعني شوف كم دفاع: 1 2 3 4 5 6. 6 دفاعات، 6 مدافع على 4 فالكري وهيرت سبيل 1. نشوف الهجمة. خليت هيرت سبيل. دخلوا الارشر والملكة فجرت يعني شيء خرافي. طبعا الهجمة جبت بيها مسح. بالكلان ما توقعوا انه امسحها، وانا نفسي اصلا ما متوقع امسحها. فمسحت القرية يعني بصورة عجيبة غريبة. مثل ما تشوفون يعني 21 ثانية بعد، وعندي مباني 2 ما مفجرهن. يعني وبالفعل بقى يعني 10 ثواني، يعني بآخر لحظات. هاي الهجمة كانت ويانا شباب. حبايب قلبي، اعذروني، خاف سحقت سحقتين مشولي. شباب اتمنى الدعم من عندكم وما تقصرون وياي. الشغلة الثانية، الثغرة اللي حكينا عليها بالبداية بأنه أغلب الناس ما يعرفها، هسه راح أفهمكم عليها. طبعا مثل ما تشوفون هنا أنا عندي البيكة كاملة. نمسح البيكة، نخلي بيكة، نسحبها أول مرة أول شيء بحيث 12 دقيقة. عندنا الجيش هنا كامل كله فايكري مفجر صورة 2. ونروح نهجم هجمة لايف ونرجع. طبعا الشباب طريقة الفايكري وهاي الثغرة ما تجيب الباند. أغلبية الناس يحشون يقولون هاي الثغرة تجيب الباند للقريات. لا، ما تجيب للقريات باند، وأي خطر على قريتك ماكو، لأن أنا جاي أطبقها بقريتي وأغلبية الناس يطبقونها بقريتهم. طبعا أشكر يوتيوبر عراقي اللي هو مصطفى اللامي على المجهود اللي جاي يبذله. وطبعا انا يعني مو الثغرة عرفتها من عنده، لا، بس الثغرة هي يعني انتشرت وانا عرفتها من يوتيوبر اجنبي، يعني قبل ورا التحديث تقريبا بيوم انا عرفتها. وكان تليفوني عاطل. يمكن اذا ترجعون تشوفون الفيديوهات السابقة، برنامج التصوير كان عندي عاطل، فما قدرت اسجل فيديو. حاولت اسجل فيديو بس ما قدرت. التحديث الجديد نزل بيه يعني هاي الشجرة الغريبة، يعني فشي حلو. طبعا هذا كم سنة صار له. الدفاع الجديد ما نزلته ولا راح انزله، لان هسه مثلي انا بدفاعاتي جاي اطور بيهن، اللي هو البومب تاور، لان مالي خلقه هسه. اقدر انزله بس ما. شباب نتخلص من الفاكهة على مود لا اطول لكم الفيديو. اي قرية راح تلاقينا راح انزل الفاكهة كليته لعيونكم. ويلا ننزل على هاي عمارة نسويها. يلا منين نهجم؟ من يا طابق نهجم من الارضي. والله راح اشيت من السقف. شو تقولون شباب؟ يلا ننزل ملك. ليش نزلت ملك؟ يلا ننزل فاكر كله. هاي لعيونكم. ننزل الملكة
وطب الفالكري شوف ايش راح يسوي. شوف ايش راح يسوي الفالكري. طبعا شباب ما احكي لكم على الفالكري يعني. هذا طبنا للطابق التاسع. يعني جيتنا من فوق احنا اللي جوا. المهم نشوف هاي جاي تسوي الملكة. تعال يا عمو. يا هاي شنو هذا؟ صار عجين هنا وطحين. وين ذبت الهيص بيت. طبعا شباب ما ادري شلون انا صاير يلا الملك استفاد. ننزل يعني هاي شنو وصلنا الطابق الثاني. هاي طبعا العمارة. طبعا هاي العمارة طبينا للطابق الاول يا الله. طبعا هاي شنو هذا الطار. لحد الان ماكو. طبينا للطابق الارضي. شوف الفاكر ايش يسوي. شوف 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 شوف. يا سلام يا ساشنا تقول لي جاي تلعب برشلونة. المهم شباب لا تنسونا من الدعم، لا تنسونا من الاشتراك. وهاي مسيح نمسح عماير الفاكري يابا. هاي الفاكري تمسح عماير الله. يعني بس اريد اشوفكم العمارة اللي فلشناها. شنو شنو انت. شنو انت شنو انت شنو انت شنو انت يعني عماير. 5 طوابق 4 طوابق وطابق ارضي. طبعا السطح نظفناه وكنسناه كنيس. طبعا طلعت له عمال بدل ما ينظف العمارة كلية انا نظفت الهياء. يعني يستاهل صديقنا اخونا هذا من هو زهيران. مو زهيران ما شو اسمه. المهم ما اعرف اسمه. المهم شباب شفتوا العمارة اللي انمسحت. طبعا شباب نرجع لكم للثغرة. الثغرة بعدها موجودة حبايب قلبي. انتوا طيبين وتستاهلون كل شيء جديد. طبعا بدل ما واحد يقول لك خلي تنين وواحد يقول لك ما شنو. حبيبي شو تخلي اي شيء وقته طويل نمسح هاك. هاي 5 دقائق. تريد تخلي تنين. اها هذا التنين نمسحه. اي جولم عوافي. طبعا شباب اليوم ميت من الجوع واكلت يعني. مهم نمسح التنين. هذا مثل ما تشوفون التنين سحبناه. شباب حتى لا اطول عليكم الفيديو. تخلي مفجرين سور 2 مفجرين شيء. مهم تسحب اول واحد تلغي التنين. شباب لازم اول ما تجي تطبق الثغرة لازم يكون عندك الجيش معسكر كامل. بس من تهجم وترجع لا ماكو داعي بانه يكون عندك الجيش كامل في المعسكرات. تطم مجوهرة وحدة كمل عندك الجيش خرافي. 27 فاكري بدون ما ياخذ من عندك اي اكسير. من تريد ترجع تهجم تدخل هنا تخلي بيكه لان وقتها طويل 12 دقيقة. وترد ترجع تهجم من جديد وخطيتك بهالرقبة. يعني مثل هسه هذا خطية مسكين. هذا ما هجم عليه يلا كافي. المهم ان شاء الله يكون الشرح عجبكم. اللي ما مشترك بالقناة حبيب قلبي مو بس تشوف المقطع وتطلع. شوية تعب نفسك وياي. تعب اصبعك وياي. اضغط لايك اضغط اشتراك فعل الجرس. فدوى قلبك واروح فدوى لعيونك اللي شفت بيهن المقطع. لا تنسونا من الدعم. لا تنسونا اللي يعجب المقطع ويريد يفيد جماعته ويريد يفيد أصدقائه ويريد يفيد بلده أو مدينته يضغط على الاشتراك ويضغط على المشاركة وينشر المقطع. أكون ممنون إليه وأروح لفدوة. كان معكم فاروق الحياني. بيس.